ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جينا لكم فيديو جديد وفكرة جديدة كانوا طالبها أحد المتابعين في التعليقات، والطلب كان كالآتي: كنت عايز أعرف أكتر عن ازاي أطور الأبطال، وإيه الأبطال اللي أركز على تطويرهم، أو عايز أقوي قارئها كويس، أو عاوز أقوي قلعتي تقريبا عشان محدش يهاجمني. أولا بالنسبة للأبطال، أحب أعرفك إن موضوع الأبطال مش هو أساس كل حاجة. في حاجات طبعا مهمة جدا، بس الأبطال جزء بسيط من ضمن أهم حاجات كتير جدا. طبعا الهدف الأساسي من كل حاجة في اللعبة أنت بتنظم، سواء مثلا عاوز مواهب الحرب والمعدات طبعا، بس طبعا كل ده هتكلم عليه في وقت تاني. زي ما انتوا يعني شايفين اهو، مكتوب ميكس ومكتوب هانتر. هبقى فاهمكم كل التفاصيل دي بس في فيديو تاني. المهم بالنسبة دلوقتي بس لموضوع الأبطال، عشان اللي كان بيسأل ويقول عاوز أبطال معينة أجي أطورهم. بص يا صاحبي، انت عندك كمية اختيارات كتير، ولكن انت اختار اللي انت شايف نسبك فيه ضعيفة. نسب الهجوم بتاعة الجيش بتاعتك مثلا ضعيفة فيه. يعني مثلا انا هنا مثلا كده، بالنسبة للمعدات اللي انا فيها دي بتاعة الدمج، اللي هي دمج الوحوش. آه اي نقطة حاليا مثلا نسبة المشاة عندي 201، مثلا نسب الرماة 185، والفرسان 172. فانا ايه بقى، قلت انا دلوقتي عندي عجز مثلا في نسب الفرسان من ناحية الهجوم، فمحتاج اطور نسب الفرسان. بيك على طول على فرست الظهور. فرست الظهور، سواء انت عاوز تطور فرسان او مش هتطور فرسان، عموما طورها هي اول بطلة وتهتم بتطويرها. تمام. ودي يعني دي من الابطال اللي حرفيا لو جيت طورتها عمرك ما هتندم ندمك، عمرك ما هتندم ندم عمرك، وهتستفاد منها استفادة رهيبة جدا. اسمعها مني، سواء في المعركة، سواء في الميدان، يعني شغل من كذا حتة. بس طبعا من ناحية الصيد، هبقى اكلمكم برضو عن موضوع الصيد يعني يمكن الفيديو الجاي هبقى اقول لكم على موضوع الصيد، عشان في ناس طبعا فاهمين موضوع الصيد غلط، انه اللي بتنزله مثلا شركة لوردس موبايل بتقولك مثلا تهاجم بالابطال دول، يبقى هم دول مثلا اللي خلاص هيتلعب بيهم، ولو مش معاك مش هتعرف. لا طبعا، في طبعا هشرح لكم عموما كل حاجة بالتفصيل، بس مش الفيديو ده، الفيديو الجاي ان شاء الله يعني هيبقى هو الخاص بالصيد. تمام. اول حاجه بس دايما واهم حاجه من ناحيه الابطال اللي هترقيهم وتهتم ليهم، فرش الظهور. تمام. تاني بطل انصحك ليه فعلا هو غول التفجير، بسبب ان غول التفجير بيديك ميزه يعني يمكن تستفاد منها، واللي هي نفس الميزه اللي موجوده في فرس الظهور، واللي هي هجوم الجيش. هجوم الجيش ده فايدته ايه؟ انا مش كنت اعرض لكم ايه؟ هجوم فرسان ورماة ومشاة، صح؟ التلات نسب دول كل واحد فيهم نسبة لوحده، يعني دي نسبته لوحده. هجوم الجيش بقى بيعمل ايه؟ بيجمع نسب كل الأبطال، قصدي كل الجنود، ويعملهم نسبة واحدة. فنسبة هجوم الجيش بتفرق جدا في المعارك، لأن هجوم الجيش بيبقى كأنها نسبة جانبية كده، بس واخدة كل النسب التانية معتبراهم واحد. يعني هي المفروض هي بتتحسب على كل التلاتة، حتى كمان برضو معدات الحصار اللي هي المناجق وغيره، بيعتبرها برضو هجوم جيش معاه بيزودها. فلو عاوز تهتم فعلا، أركز على هجوم الجيش اللي موجود في الغول التفجير، وفي فريسة الظهور. تمام، اهي فريسة الظهور هي ده 20% كمان. تمام. خلصت البطلين دول وخلاص، مفيش بتفكر في حاجة تانية مثلا تطورها، أو مثلا عاوز تختار نوع معين مثلا. مثلا أنا قلت وليكن فرصة فرسان مثلا، هي فرسان خلاص. فريسة الظهور، ومعاك مين تاني؟ معاك طفل الضوء. طفل الضوء تهتم بيه برضه تطوير لو انت مهتم فرسان، ده لو انت عاوز تهاجم مثلا فرسان في حاجة عاوز صوت. تمام. من ناحية الرماة، معاك ملكة الثلج طبعا، مفيدة، اعتبرها كأنك معاك بطل شحن بس مش شحن. لأن أبطال الشحن، في دكتور أبطال الشحن بتاعت الرماة بيبقى عندهم نفس النظام، صحة وهجوم. والصحة هتديك 50% لو ماكس، والهجوم هيديك 30% برضه لما يبقى ماكس. فملكة الثلج اهتم برضه ليها لو انت من النوع اللي بتفكر تهاجم مثلا من فئة الرماة. تمام. أما المشاة، عندك بطلين مدينك نسب حلوة جدا.
الباقي طبعا هتلاقيهم بيدوك مثلا نسبة واحدة، مثلا يعني بيديك هجوم، والتاني مثلا بيديك صحة مثلا ما بيديكش هجوم، فزي كده. لكن دول بيدوا الاتنين. أول واحد طبعا معانا قاتل الشياطين، بيديك صحة 50% لما يبقى ليفل ماكس، وهجوم بيديك 30% لما يبقى ماكس. تمام. تمام. فهمنا كلنا. اللي بعده على طول هو حافظ العهد، تستغل الاتنين استغلال بشع. طبعا انت بالنسبة لك موضوع اختيار مثلا البطل ومين اللي عاوز تمكسه ده بيعتمد عليك انت شخصيا. انا عن نفسي حاطط صورة، ومش حاططها مش عشان هي بطلة جامدة، لا، انا حاططها كده منظر. يعني انا هقول لك دلوقتي، انا مثلا كنت حاطط درع حماية، تمام، محدش يقدر يهاجمني. في الوقت ده بروح اعمل ايه؟ هحط مثلا المعدات اللي عاوز احطها، واحط الابطال اللي عاوز احطها، واسيبهم زي كده. فاهمين ازاي؟ بس طبعا اراعي واركز على مدة الدرع هيخلص امتى، والميعاد، عشان اعرف انظم نفسي عليها، واعرف احط اجدد واحط درع تاني مكانه عشان اقدر احمي نفسي. تمام. لكن هي في الاساس فارس الظهور، دي المعروف. تمام. بالنسبة لك طبعا لدفاع الجدار، اختار ايه واعمل ايه؟ اول حاجة طبعا معاك في الدفاع، شايفين طبعا النظام طبعا، شيل فورة، لان هي بتتحط عشان انا مختار، كنت بختار القائد. شايفين الوقت ده كده كومب، اعتبره يعني كومب الأحلام، لسبب. انت مثلا معاك فارس الزهور، فارس الزهور هتديك ايه؟ هجوم جيش، طبعا بتدي صحة فرسان، يعني بتبقى فيه أفضلية شوية للفرسان، لأن انت معاك 50% صحة فرسان. وطفل الضوء هيديك 50% صحة برضه، يعني انت 100% صحة للفرسان بس، وهجوم الفرسان 30% موجود. وهجوم هيبقى الملكة الثلج هيديك برضه 50، لو طبعا ده لو كله ماكس، انا بتكلم على كله ماكس مش الليفلات طبعا ضغط اللي عندي، انا لسه همكسهم لاني زي اغلبيتكم لسه برضه في التطوير، ولكن بتستفاد منها يعني جزء بجزء. فالاول ملكة الثلج تطورها، مثلا انت لو حبيت يعني عموما اي بطل منهم، بس في الاول اول بطل انت تهتم ليهم تطوير ماكس، فرست الظهور وغول التفجير. تمام. تمام. معاك ملكة الثلج وطفل الضوء وقاتل الشياطين. طفل الضوء وقاتل الشياطين وملكة الثلج، كل واحد فيهم نوع من الجيش تبقى انت واخد له يعني بطل معين. غول التفجير اللي هيقول لي هو رماة، هو طبعا دفاعه رماة، بس غول التفجير ما بيديش ولا ميزة مثلا لطرف الرماة، بيدي هجوم جيش بس للكل، وبيدي صحة للفخ وبتاع هجوم الفخ. فهو زي ما تقول كأنه ايه، جدار جدار من غير ما حد. وبس. ده من ناحية الاختيار بالنسبة للأبطال. أما طبعا موضوع الوحوش اللي تحت دي هديلهم برضه نفس الكلام شرح مفصل، بس طبعا مش الفيديو الجاي، ممكن الفيديو يعني اللي بعد الجاي، لأن على حسب انتوا هتختاروا ايه، على حسب يعني لو لقيت في تفاعل وعايزين مثلا حاجة معينة تانية أشرح عنها، ياريت تكتبوها لي بس في التعليقات، وأنا عموما مش هتأخر عليكم في حاجة. يعني بالنسبة للشخص اللي سأل دكتور على موضوع الأبطال، هنا حاليا في الشرح، وأتمنى يكون مستفاد يعني من الموضوع. أنا حاسس إن أنا برد بس أوقات يعني بتكلم كده بلا أي هدف، ولكن بحاول أشرح بس بسهولة. وصح، معلومة مهمة لأي لاعب قلعته لسه جديدة، هيك تعمل نفس غلطتي، ترقي السور بتاعك بالصحة دي. يعني تحاول في الأبحاث، قائمة الأبحاث هنا ما تطورش نهائي حاجات السور دي نهائي، ما تعملش زي قلعتي دي، لأن القلعة دي أنا جربت عليها كل حاجة واتعلمت عليها كل حاجة في اللعبة. بس طبعا من بعد يعني شوية مواقف، شوية مشاكل وظروف حصلت عندي، خلتني أضطر أرجع لها تاني، وشفت طبعا المشاكل اللي فيها ومضطر مستحمل. تمام. فما تعملش غلطتي وترقي دفاع، لأن ترقي جدار، يعني لأن الجدار عموما هيضرك أكتر ما يفيدك. الجدار عموما مش يعني، شفتوا مثلا أعرفكوا حاجة، شفتوا مثلا الناس اللي بتلاقيها مثلا في البثوث بتهاجم مثلا قلاع وتجيبهم بمنتهى السهولة ومش عارف ايه، الناس اللي مثلا قوتها مليارات، هل انتوا مثلا معتقدين ان هم هيقولوا لا لازم نمكس الدرع، السور قصدي، والسور لازم مهم يتمكس؟ لا طبعا، الا طبعا لو هم مدمنين شحن. في الحالة دي بالنسبة لهم مش هتفرق، لان في كل الحالات يقدروا يجددوا الدرع بمنتهى السهولة، ومحدش اصلا هيقدر يقرب لهم لان كله بيخاف منهم، الا طبعا في موجود في الساحات وغيره. حلو حلو. فغير كده، إياك ثم إياك تطور السور،
تمام. حتى موضوع برضه فراخ ما تهتمش، يعني انا كده بس حاطط اي فراخ وخلصت، كان ممكن اقدر اطور اكتر من كده بس مش مهم. تمام. وبس من ناحية الابطال وغيره انا اديتكوا شرح مفصل يعتبر عن الابطال، وفي صح بعيدا، انا مش مفصل زي ما انا قلت، انا قلت من ناحية الدفاع عشان صاحب التعليق جاي لانه عاوز يحمي قلعته، ابطال معينة يركز عليها للحماية بس. عايز ابطال بقى بعيدا عن الحماية نهائيا هيفيدوك سواء مثلا للمملكة من ناحية سرعة مثلا بحث أو سرعة إنشاء أو غيره. أولا بالنسبة لمميزات خاصة بالصيد وبرضه سرعات سواء بحث أو إنشاء، أول واحد طبعا المخادع. المخادع يعني من مميزاته ضفته من ضمن التوب نمبر 1 عندي من الأبطال، لازم أمكسهم فيما بعد، يعني لازم يبقى هو البطل اللي أمكسه فعلا إنه يفيد. أولا بيديك سرعة بحث في الماكس، هيديك 25% سرعة بحث. هي قليلة تبانك قليلة بس يعني هي مفيدة، يعني ما تستهينش بالعشرة من 100. العشرة من 100 أو 1 من 100، اوعى تستهين بيه نهائي، بيفرق جدا في أقل الظروف وأقل المعارك وأقل أي حاجة عموما يعني، سواء بحث سواء هجوم سواء أي حاجة بشكل عام. والتانية اللي معاه قدرة اللي هي بتديله اللي هي بتاعت الطاقة اللي بتفيدك في موضوع الصيد. هي دي بتفيد من ناحية لو انت معاك بقى يعني مهتم بموضوع الصيد اكتر ومحتاج، هتفيدك. ونفس الكلام برضو معاها استعادة الطاقة بتفيد طبعا فيه. تاني بطل ممكن تهتم ليه يفيدك في المواضيع دي واللي هي البرقة القرمزي. دي بقى بتديك العكس بس ما بتديكش طبعا استعادة طاقة. عندها برضو تعزيز اللي هو الطاقة موجود لحد 3000، بس بقى بدل البحث بتديك سرعة إنشاء، يعني بدل سرعة بحث بتديك سرعة إنشاء. وطبعا تبقى 20%، وطبعا بتفيد، يعني مش هقولكوا سيئة، هي بتفيد. بس هي كبطلة إياك ثم إياك تحطها سواء في معركة أو غيره، إلا طبعا لو مش معاك ومضطر ترميها معاك. تمام. في طبعا أبطال تانية بس هي مش معايا وللأسف ما أقدرش يعني أفيدكوا بيها جامد، ولكن هعرض لكم كام بطل منهم. أولا الدمية السحرية، ودي بطلة شحن. دي ممكن تاخدها عن طريق مثلا الأحداث اللي هتنزل، أو لما تنزل حدث زي مثلا ده، شايفين مثلا حدث قدوة الممالك، تهتم ليه أقصى اهتمام. طبعا أنا مش مهتم فيه أوي لأن الموضوع ليه دعوة بالآثار، وأنا في الآثار يعني الحمد لله مش يعني مش اللي هو التركيز الموت، رغم إن الآثار مهمة، ولكن تركيزي الأهم بيبقى في قدوة الممالك اللي بينزل، اللي بيديك فيه 10 ميداليات تقدر تختار منهم بطل شحن زي ما هي موجودة عندي، بس أنا معايا واحدة منهم. دي بتختار من ضمن كل دول، تاخد منهم بطل واحد، مثلا تجيب له ميداليات وتفتحه 10 ميداليات بالظبط تفتح البطل منهم. طبعا انا معايا صورة وليها كمان 5 ميداليات زيادة لاني عاوز اطورها رتبة غير شائع، عاوز استفاد. ممكن طبعا حد يقول لي مثلا طب افرض انا دلوقتي مثلا واحد مش مثلا غاوي حرب ولا غاوي هجوم، وعاوز اقتل مثلا ابطال هيفيدوني مثلا من ناحية زي ما قلنا تطوير القلعة. معاك برضو من ضمن ابطال الشحن زي ما قلت لك الدمية الساحرة، بتديك سرعة إنشاء وبحث وتدريب. دي لو مثلا أنت عاوز تجيبها وتطورها ماكس براحتك. وتقريبا في برضو اللي هو تابع الظلام، إنتاج ذهب، سرعة بحث، سرعة تدريب. يعني أحسن من كده ممكن ما تلاقيش في ضمن أبطال يعني الشحن. ممكن تقريبا كان في بطل شحن على ما أعتقد، بس مش في القايمة هنا، في ضمن القايمة التانية بقى الشحن اللي بفلوس يعني، ده يعتبر هنا جزء شبه مجاني يعني تقدر تجيبه. تمام. وبس يعني بالنسبة للشرح الكامل أنا يعني وصلت لكم لمحتوى ممتاز، وإن شاء الله يعني الفيديو الجاي هبشرح لكم بشكل تفصيلي أكتر في موضوع بالنسبة كنا عاوزين نتكلم عليه المرة الجاية، هيبقى موضوع الصيد. تمام. وإيه الوحوش اللي أختار أهاجمها، وهاجمها بناء عن إيه، واستعمل قدرة إيه، واستعمل إيه مثلا أبطال معينين بالنسبة لنوع معين من الوحوش، وهكذا. واشرح طبعا بالظبط ازاي تقدر تختار نوع الابطال على حسب نوع الوحش ايه، نوع الهجوم بتاعه، او هو قوي ضد فئات ايه. دي طبعا حاجات هشرحها لكم بشكل تفصيلي اكتر مع يعني في الفيديو الجاي. متستغربوش بس من طريقتي، لاني زي ما بقول لكم ايه،
بتكلم بلغة عامية جدا، يعني بحب ان انا احكي كأني بحكي مع اصحابي، مش بحكي مع ناس مثلا معرفهمش، لا، انا معتبركوا صحابي واخواتي. فالكلام اللي باجي احكيه معاكوا بحكيه عشان عارف ان انا يمكن افيدكوا. واي نعم انا حاسس ان محدش طبعا بيحب طريقة كلامي وان المحتوى بتاعي سيء الى حد ما، ولكن انا بحاول تدريجيا اطور. ان شاء الله يعني الفيديو ده ممكن تلاقوا، يعني لو مثلا فكرت هدخل انا طبعا هعمل عليه edit وهظبط له وهعمل له، ولكن يعني ما تتوقعوش اللي هو الانجاز اللي فعلا فعلا. وبس اتمنى يعني ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك واشتراك. وكان معكم جيمنج هيرو يوتيوب. سلام.